فلما دخل عمر بن الخطاب ودف خباب بن أرت قال أين أنتم؟ وشاف سعيد بن زيد جالس يتمتم يقرأ ويزنطه، جلس عليه على صدره في الرواية ومسك من هنا، قال أو صبعت؟ يقول فضرب سعيد بن زيد على وجهه حتى أدماه، ثم دفعته زوجته فاطمة دفت عمر بن الخطاب قالت قم، فلما التفت إليها ضربها، وهذه الرواية المشهورة، ثم سقط حلق أذنها وشق فمها ونزل منها الدم. قال أصبأت؟ قالت له أو تظن أن دينك هو الحق إذا كان الدين الذي جاء أحق مما جئت به؟ وقف يناظر، قال ألا كانت هي حاطة قيل تحت إبطها، وقيل ربطتها في ضفيرتها، وقيل خبأتها رقعة، يعني مصحف موجود وكان مكتوب فيه سورة طه. وانا ودي واحد من الشباب اللي معاذ اللي يقرأ لنا من سورة طه الآن جهز المصحف، لأني أبغاكم تسمعون الآيات كأنها يسمعها عمر. فعمر بن الخطاب يوم طاحت الرقعة، ولا أمثل بهذا الكرتون أنه مصحف، لكن لما سقطت الرقعة جاب ياخذها فرفعت يدها، ضربت يدها عليه، قالت لا تلمسها يا عمر، لا يمسه إلا المطهرون وأنت نجس من تطهر. وخذ منها الرقعة خاصة. يقول ففتحت عمر وقرأت بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يوم قريت الرحمن الرحيم حسيت برعشة ودريت الموضوع خطير. يقول فتركته ورحت توضيت، وهذه بداية الإسلام. يقول فلما جئت فتحت الرقعة، ونبي نسمع الآن التلاوة. أنا ودي والمشاهدون كذلك يركزون، ترى القرآن يا جماعة ليس شعرا ولا هذ كلام إنشائي أكتبه ولا يكتبه مؤلف ولا أديب، لا، هو كلام الله جل في علاه. نبي نقرأ من أول طه إلى آية 16. اقرأ يا أخوي معاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما آتاها نودي يا موسى أني أنا ربكم فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني وأقم الصلوات لذكري فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هذه الآيات تخيل عمر بن الخطاب يسمعها ويقرأها، وأنا ودي نسمعها اليوم بإذن عمر وبقلب عمر. أثرت في عمر وجلس يلتفت أين محمد؟ وين أحصل محمد؟ خباب بن أرت يقول شعرت بالإيمان في قلبه. قال هذا الكلام يقوله عمر لا يقوله بشر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول خباب قلت هذه دعوة محمد لحقتك. قال أو دعا لي محمد؟ قال نعم.
والله إني سمعته يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. يقول أقالها رسول الله؟ قال نعم. قال وين رسول الله؟ قال تجده في دار الأرقم بن أبي الأرقم. يقول راح عمر. الآن طبعا اللي الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في دار الأرقم ما يدرون عمر جاي مسلم، فأقبل. الخبر الأول اللي جايهم ايش؟ انه يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام. ودخل عمر بن الخطاب او اقبل، ولما طرق الباب، يوم طق الباب من؟ عمر، بوليس، شرطة، انقلب المكان، اللي قام واللي جلس الا حمزة بن عبد المطلب وقبله نبيكم عليه الصلاة والسلام. قال حمزة يا رسول الله دع عمر يدخل علينا، يعني اسمح له يدخل، ان كان يريد خيرا فحي هلا، وان اراد غير ذلك فانا له، انا اللي اوقف قدامه. وحمزة اسد الله رضي الله عنهم جميعا. فقال النبي افتحوا الباب. يوم فتحوا الباب دخل عمر. حمزة مباشر اول ما دخل في الحديث او في الرواية انه مسك يديه فعضله، يعني ربط يديه وكتفه كذا ودفه وادخله الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما اقبل على النبي بهذه الهيئة قال له النبي عليه الصلاة والسلام والله ما اراك ان تنتهي يا عمر حتى تأتيك قارعة من السماء. ومسكها الرسول منها. اما انا لك يا ابن الخطاب ان تسلم؟ وفكه النبي صلى الله عليه وسلم، واذا بعمر يقول اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. وفي بعض الروايات والله ما جئتك الا مؤمنا بالله، مؤمنا برسالتك، مؤمنا بما قد انزل عليك من ربك. واسلم عمر. شوفوا اول دقيقة قال شوفوا الاسلام الجميل وشوفوا القوة. يا رسول الله ففيما الدنية؟ ليش انتم متخفين؟ توني داخل بالاسلام. قال ما في تخفي من اليوم يا رسول الله، الحق معنا ولا معهم؟ هل ما تقوله يا رسول الله هو حق او باطل؟ اولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى يا عمر. قال يا رسول الله اني اشير بامر. في اول لحظة يا جماعة، اول دقيقة الرجال جالس يشتغل ايجابي. ولذلك اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، لان محمد عليه الصلاة والسلام يرى في هذا الرجل ان عنده قوة. قال وماذا ترى يا عمر؟ كأن الرسول يعرف ان الفترة والوقت هو الوقت المناسب، بس نبغى نسمعها منك. قال يا رسول الله ما دمنا على الحق وهم على الباطل فلنخرج الى الناس ولنطف بالبيت ولنعلن الاسلام. قال هو الرأي يا عمر، توكلنا على الله. وطلعوا صفين 20 واحد يقوده عمر بن الخطاب، والصف الثاني يقوده حمزة بن عبد المطلب، والنبي بينهم بين الصفوف البطل الشجاع المقدام عليه الصلاة والسلام. ويطلعون وانبهرت قريش وابو جهل وابو سفيان يشوفون هالموقف ويناظرون كيف الصفين وش هالقوة، والناس يكبرون المسلمين الله اكبر الله اكبر. يقال انه لما كبر النبي على اسلام عمر كبر كل من في دار الارقم حتى سمع التكبير في مكة كلها فرحا باسلام عمر. كان اسلامه نصر وهجرته فتح وخلافته عز للإسلام والمسلمين رضي الله عنه. ومع ذلك يخرج رضي الله عنه والكفار ينظرون. شوفوا كيف ان الله جل وعلا الايام دول. فدخل المشركون في بيوتهم وقفلوا البيبان. اللي صار متخفي من الان هم المشركين. ولذلك اصبر على الحق لو كنت لوحدك، لان الحق سينتصر اذا علم الله منك صدقك اظهرك واظهر الحق معك. ويمشون الصحابة الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد. فدخلت كل قريش الى بيوتها ولم يبق الا المسلمين او المسلمون يطوفون.